خاطرين بلدنا، يعني الحكماء، يعني الطب البديل. الله عليكم يا دكاتره. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. انت ايه اللي جابك هنا يا عم؟ انت ورانا. انت ايه اللي جابك هنا يا اشرف؟ انت جاي تسرق البطوله دي كمان؟ لا ظلمتني، انا جاي اقول لكم على مفاجاه واستقبلوها. انا خالي يبقى الدعامه عادل غزل كبير مشجعي النادي. ايه ده؟ ما اتفاجئتوش ليه؟ نتفاجئ بايه؟ اكيد انت اللي مديله الاصطفه النتنه اللي شاربها مخليه يشوف الماتش قبل ما يبدا، صح؟ ما انت يا عم، انت ايه اللي جابك هنا؟ يعني هيكون ايه اللي جايبه دكاتره؟ يعني الراجل جاي ولابس لبس رياضي، اكيد جاي يلعب رياضه يعني. ده يلعب رياضه؟ ده ما بيجريش غير لما بيكون سارق حد. هو الازازه اللي معاك دي مشروب الطاقه بتاعك برضو؟ مشروب الطاقه ده بناخده برشام. الازازه ديت فيها حاجات هقول لكم عليها، بس ما تطلعش بره عشان دي معلومات جديده. الازازه دي فيها البلانيات اللي هتتلعب في الماتش. وطي صوتك، الحمد لله الكابتن هنا ما سمعكش وانت بتقول بلينيات. اسمع مني، اول كوره هتبقى ما بين الثلاث خشبات. انا ما قلتش حاجه. ايه ده؟ ايه المعلومه اللي تخض دي؟ مش ممكن. الثانيه هتتشاط في حته ما بين الثلاث خشبات. اوه، انا منبهر. انا ما قلتش حاجه. ما بقى. طب عندي سؤال، هل الكوره لو عدت من بين الثلاث خشبات هتلمس الشبكه؟ بصيت في الازازه. لا ان شاء الله عدمك ابدا. الله عليك يا دكتور. بس دوشه. وبعدين انت جايب الازازه دي منين؟ لطشها من ابو جبل. الازازه دي بتاعت البلينيات؟ بلينيات؟ بتاع البلينيات ايه يا عم انت؟ وسع ايدك دي. مش دي الازازه اللي انا طشتها من ابو جبل، اللي لطشها من الحضري؟ ما هو ده بقى اشرف اللي لطشها منك يا كابتن. بقى انت اللي سبقتها. انا ما سرقتش حاجه منك يا عم انت. وسع خد ايدك. يا كابتن، بس استهدى بالله، الماتش